السلام عليكم. اليوم رانا في ولاية ميلا بالقرب من سد بني هارون، ورانا متوجهين إلى مدينة سكيكدا. إذن باتجاه سكيكدا، موقع طبيعي رائع. خسروه يعني بعض البنائيات الفوضوية، لازم تقنين البناء هذا في هذه الأماكن. ما عدا ذلك فالموقع رائع طبيعي جميل جدا. لازم الحفاظ على هذه الأماكن الطبيعية والتقنين، مش منع البناء. احنا ما نقولوا لازم يمنعوا البناء، لكن تكون فيه قوانين يحدوا مواقع للبناء، مش مبني في كل مكان. لازم تبني الإنسان يبني في كل مكان. لكن يعني الموقع الطبيعي، الجبال ما شاء الله، جسور، أنفاق، يعني كل شيء موفر. طريق لا بأس بها. والله شيء رائع. والطريق هذه على كل حال تربط مدينة ميلا بجيجل، تحب تروح لجيجل أو على الجهة الغربية، أو تروح الجهة الشرقية باتجاه إذن سكيكدا والميلية، وسكيكدا. وهنا نشوف جسر جميل كبير ما شاء الله. هنا جسر وادي الكبير، وفيه جسر آخر راه يبان ملهي على الواد هذا. نشوف المناظر، الجبال الروعة. الإنسان لازم يحوس بلاده قبل ما يروح يحوس في بلدان أخرى. يجي يحوس في بلاده، ياخذ وقت ويسير. غير كاين كل شيء متوفر، الأكل، المبيت، كلش متوفر. الإنسان يقدر يجي يقضي أوقات جميلة ويتعرف على بلاده، يتعرف على المؤهلات والإمكانيات الطبيعية والتاريخية والإنشائية، البنى التحتية، كلش. والأشغال، يعني المشاريع راهي متواصلة. الأشغال نتاع التحسين، نتاع التطوير، نتاع البنية التحتية راهي متواصلة. يعني فيه جسور سيارة، فيه أمور كثيرة. وهنا نشوفوا كاين مول صغير هنا، مركز تجاري. هنايا منطقة كما هذه فيها مركز تجاري. هنايا كاين مول هنا في منطقة غير يعني ماشي أهلة، فيها السكان لكن ما فيهاش كتير. لكن لاحظ أنه فيها هناك مركز تجاري. شغل تقول راك في الماريكان خو، والله العظيم غير تقول راك في الماريكان. يا سيدي، راك هنا في منطقة موقع كما نقولوا حنايا مش فيه الغاشي بزاف، مش السكان، ما كاش سكان. لكن نشوف نلاحظ انه فيه مركز تجاري ما شاء الله. فيه محلات، فيه كلش. هذا غير نروح نضربوا دوران نشوفوا هذا المركز التجاري وش فيه. هاي نروح نشوفوا المركز التجاري هذا وش فيه. مركز تجاري ما شاء الله. قاعة للعائلات.
تكون هادشي. راشي جالسين كذا.